اسمع هذا الكلام جيدا. انظر في قلبك، جدد عهدك وإيمانك بالله سبحانه تبارك وتعالى، واعلم يرحمك الله أنه كلما أطعت اقتربت، وكلما عصيت ابتعدت، فالطاعة تقربنا إلى الله، والمعصية تبعدنا عن الله سبحانه تبارك وتعالى. ونحن في جهاد، اسمع هذا الكلام جيدا، نحن في جهاد من سن التكليف إلى يوم الوفاة، وإحنا في جهاد وصراع مع أنفسنا وهذا الشيطان الذي يتربص بنا الدوائر. ولهذا كل واحد يشمر على سواعده حتى يواجه هذا الشيطان. بما يواجهه؟ بنفسك لا تستطيع، لكنك بالله تقدر عليه. وقل ربي أعوذ بك أحتمي بك وألجأ إليك. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أنت بنفسك والله غير ما تقدر يا أخويا الكريم، لا تستطيع. ولهذا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. خاش أنت بنفسك ما تقدرش، ولكنك أنت بالله سبحانه تبارك وتعالى تقدر على المواجهة وتفوز في هذا الصراع مع هذا الشيطان الذي يتربص بك الدوائر الليل النهار، ويسعى جاهدا، إني أكرر لك الكلام، يسعى جاهدا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يسعى جاهدا في إبعادك عن المسجد وعن الصلاة وعن فعل الخير، بل إنه يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا ربي دائما يذكرنا فيقول لنا: يا بني آدم، أنتم أبناء آدم. إيش الأمر؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ما هي مهمته؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذه مهمته. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذه مهمته. شوف، يجيبنا ويدفعنا للحرام ثم يتبرأ منا، يسول لنا المعصية، يزين لنا الحرام، يزيننا ويدفعنا إليه ثم يتبرأ منا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم بمنقذكم. هو لا ينقذنا يوم القيامة ونحن لا ننقذه مما هو فيه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. حرب وتدخلها بغير سلاح، هك عرفوا واش هي النهاية نتاعها. وسلاحنا فيها هو إيماننا بالله عز وجل، هو التقوى، هو الخوف، هو الرجاء، هو العمل الصالح، هو من أمثال هذه المجالس التي نتقوى بها ونعد الزاد لمواجهة هذا الشيطان اللعين الذي كما ذكرت لكم آنفا مهمته أن يفسدنا وأن يدفعنا إلى ارتكاب الموبقات والحرام ثم يتخلى ويتبرأ منا.